روايات وتفاصيل واعترافات وتحقيقات ملهاش أول من آخر في قضية نورهان اللي أنهت حياة والدتها في بورسعيد بمساعدة عشائها حسين اللي عنده 14 سنة. هل اللي بيتقال صح وحصل فعلا؟ هل اللي بيتقال عن علاقتها بحسين حقيقي؟ هل الكل كان عارف بالعلاقة دي؟ طيب كانوا ساكتين ليه وما تكلموش إلا بعد الحكم على نورهان بعشماوي؟ من بعد الواقعة والقريب والغريب من نورهان وحسين قرروا يدلوا بأقوالهم سواء اللي اتقال في التحقيقات أو في الإعلام. يا ترى جيران نورهان قالوا إيه عن علاقتها بحسين؟ إزاي كانوا عارفين بالعلاقة الغير أخلاقية دي؟ تفاصيل خطيرة تخليك تتأكد إن نورهان حلال فيها عشماوي وفعلا تستحقه. داليا والدة نورهان كانت جارتي، أعرفها من حوالي 1 و6 شهور. ده كان بداية أقوال جارة والدة نورهان في تحقيقات النيابة. الجارة كملت وقالت العمارة عبارة عن 6 أدوار، كل دور فيه 4 شقق، كل شقتين جنب بعض يمين وشمال، وفي النص في شباك بيبص على مدخل العمارة، وشقة المجني عليها في الدور الثالث علوي على يمين السلم شقة رقم 15. مفيش غير 15 شقة بس فيهم سكان والباقي لسه ما سكنش. يوم 14/12/2022 أنا كنت في شقتي والساعة 5 كده بعت ابني ينادي على داليا علشان تساعدني أدخل نيش حد اداهولي جوه الشقة، لكن هي قالت لي مش هنقدر، ووقفت اتكلمت معايا شوية حوالي ربع ساعة كده وطلبت مني حتة جبنة أو أي حاجة حادقة، فديتها زيتون وأكلته. وفي وسط كلامنا قالت لي بفكر نركب كاميرات على العمارة، لكن أنا قلت لها ملهاش لازمة، الجيران كلهم متعاونين. وبعد كده أنا نزلت مع سيلفي المشوار أبيع الموتوسيكل بتاع جوزي المتوفي. رجعت على العمارة حوالي الساعة 8:30 مساء، ولما رجعت لقيت ولادها أحمد وآدم قاعدين على سلم العمارة. وطلعت شقتي حوالي الساعة 9 بالليل، لقيت خبط جامد على باب شقتي من ابنها أحمد، وكان معاه فرد أمن من المستشفى وبيقولوا لي ما شفتيش أمي؟ قلت له ما شفتهاش من ساعة لما كانت معايا الساعة 5. قال لي أصل في حد كلمنا وقال إنه أمي وقعت وودوها على المستشفى. وبعدها بحوالي 3 ساعات على الساعة 12 كده سمعت صوت صريخ جاي من الشقة بتاعتها، فطلعت جري علشان أشوف في إيه، وقعدت أخبط على الباب لحد ما جوزها فتح وقال لي أنا مراتي. أنا دخلت بصيت عليها فلقيتها على الأرض جسمها ما فيهوش حتة سليمة، فخرجت على الشقة رقم 13 بتاعة جارنا وقلت له على اللي حصل، وبعد كده صرخت والناس اتلمت وبلغوا الشرطة والشرطة جت. جارة نورهان في التحقيقات قالت إنها ما تعرفش مين عمل كده. داليا ما فيش بينها وبين أي حد خلافات تخليهم يعملوا كده فيها، وعلى عكس كتير من الجيران في المنطقة اللي قالوا إن الكل كان عارف بعلاقة نورهان بحسين حتى وهي مخطوبة. هي قالت إنها ما تعرفش أي حاجة من دي، بس هي شافت حسين بعد الواقعة، وقالت لما صرخت شفت حسين وأخته ابتسام ونجاة بنت عمته طالعين بيقولوا في إيه. أنا معرفش لهم علاقة بالواقعة ولا لأ، بس هم ظهروا لما أنا صرخت والناس اتلمت. أقاويل متضاربة بين الجيران في قضية نورهان وعلاقتها بحسين. يا ترى مين الصح؟ نورهان وحسين هم الوحيدين اللي عارفين وقالوا في التحقيقات التفاصيل، وخلاص كلها أيام وعشماوي في انتظارها.